الأخيرة وهي مستوى العرض. هنا بقى التركاية اللي أنا باعملها اللي بعد فضل الله بتزود عندي المشاهدات بطريقة قوية جدًا، طبعًا بجانب الطرق اللي أنا عرضتها لك في الفيديو. زي ما أنت ما شايف بقى 1100 وأنا باتكلم معاك. طب بُص، أنا عايزك تصلّي على النبي كده قبل أي حاجة. تعالَ كده نروح بس كده لحاجة بسيطة. دي فيديو قصير لسه رافعه تقريبًا ما بقاليش 50 دقيقة، وخلاص تقريبًا لو عملنا refresh هيكون خبط في ال1000 مشاهدة أو هيكون قرّب عليها زي ما أنت ما شايف. ما شاء الله كل ما باجي أعمل refresh الفيديو القصير ده مشاهداته بتزداد. أولًا العبد لله اللي قدّامك هيدّيك نصايح هتخلّيك لمّا تيجي ترفع الفيديو القصير بتاعك لو جاب 1000 مشاهدة يبقى أنت كده مش شغّال كويس أو كده. طيب دليلك فين؟ لو جينا دلوقتي يا باشا في الإحصائيات بتاعة القناة دي، ودي قناتي الأساسية ولو أنتم ما تعرفوش القناة دي فيها 88,550 مشترك زي ما حضرتك شايف، وزي ما أنت ما شايف عدد المشاهدات. طبعًا أنا عشان ما كنتش مهتم بالقناة دي في الفترة الأخيرة، بس زي ما أنت ما شايف لمّا رجعت أنزّل فيها فيديو قصير بالطريقة الصحيحة زي ما أنت ما شايف كل ما بنعمل refresh بيزداد مشاهدات. طيب إحنا بنرفع إزاي الفيديو القصير وجِبنا كام مشاهدة أصلًا في القناة دي عشان أطلع أدّيك نصايح زي ما أنت ما شايف. لو جينا دلوقتي آخر 365 يوم، أنا مش هاجيب لك منذ الإنشاء 17.300.000 مشاهدة. يا ريت يا جماعة نقول ما شاء الله، يا ريت يعني بعد إذنكم والله هي بايظة مع الواحد لوحده، فقُل ما شاء الله. لو أنت شايف إن المشاهدات كتير، لو شايفها قليلة قُل ما شاء الله برضه يعني، وادعي لي يعني حاول كده ادعي لي بإن ربنا يكرمني، يعني والله دعوتك هتفرق معايا. أنا مش هابخل عليك وهادّيك المعلومات اللي تخلّيك ترفع فيديو قصير بالطريقة الصحيحة، وأقول لك إزاي أنت بترفعه بطريقة غلط، يعني أنا هاقول لك كل حاجة. طيب أنا كده وريتك الدلائل، ولو جينا دلوقتي على الصفحة الرئيسية زي ما أنت شايف خبطنا في ال1000 مشاهدة، فيعني أهو قدّام حضرتك كلّه واضح الحمد لله. طب إحنا بنعمل إيه، أو إيه بقى الأسرار بتاعة الفيديوهات القصيرة وإزاي بتترفع عشان تجيب لك مشاهدات كتيرة؟ طيب أول حاجة خالص أنا هاجي لك كده على قناة عندي ما فيهاش فيديوهات، يعني عشان أعرف أشرح، ما أنا مش هينفع يعني أشرح على القناة دي. فهنيجي من هنا أهو نعمل إنشاء ونعمل تحميل الفيديوهات، وبنختار من هنا الفيديو القصير اللي إحنا هنرفعه أو اللي إحنا المفروض هنشتغل عليه. تمام. أنا عن نفسي الفيديو ده هاوريك شرح عليه بس مش هارفعه، يعني مش هارفع على اليوتيوب، بس هاشرح لك عليه وأقول لك إزاي أنا باعمل فيه كل حاجة، لأن الفيديو ده مرفوع في الأساس عندي في القناة الأساسية. تمام. لو جينا مثلًا في الفيديو القصير، أنا وليكن مثلًا ده الفيديو القصير نفسه، يعني ده الفيديو القصير اللي هنرفعه. تمام. أول حاجة ببساطة شديدة لازم قبل ما أرفع الفيديو القصير لازم أسميه قبل ما أرفعه، والحركة دي خُد بالك حركة صايعة شوية. ليه؟ أنا كده باعرّف الخوارزميات أثناء رفع الفيديو ده بيتكلم على إيه، ودي حركة مش كتير منكم بيعملها. فقبل ما تيجي ترفع الفيديو بتاعك على اليوتيوب سميه بالاسم بتاعه، وليكن مثلًا ده بنتكلم فيه على أغرب معلومات على الثقب الأسود مثلًا. تمام. فهنكتب أغرب معلومات عن الثقب الأسود. تمام. وبس. ثبّت، ما تضيفش emojis لإن في العناوين عندي على الكمبيوتر لمّا باجي أضيف emojis ما بينفعش، ولعلمك الطريقة دي تنفع في التليفون، يعني أنت قبل ما تيجي ترفع الفيديو بتاعك على اليوتيوب اكتب العنوان قبل أي حاجة. طيب كتبنا العنوان بتاعنا. تمام. طيب بعد كده الوصف. أنتم أكبر غلطة بتعملوها. طيب محمد علاء أصلًا، طب هو الفيديو أساسًا هل هيتّرجم كفيديو قصير؟ بُص، لو الفيديو متصوّر بالطول وأقل من 3 دقايق الفيديو بيتّرجم كفيديو قصير ما فيهوش أدنى مشكلة. حتى بيقول لك تعرف منين؟ يمكنك تغيير الصورة المصغّرة في تطبيق اليوتيوب، يعني الصورة المصغّرة بتاعة الفيديو بتتغيّر في برنامج اليوتيوب، يبقى أنا كده بارفع فيديو قصير. تمام. ده لو على الكمبيوتر، لو على التليفون طبعًا أنت كده الموضوع بيتعمل عندك أوتوماتيك. طيب أغرب معلومات عن الثقب الأسود، عايز تضيف emoji بقى هنا براحتك، مش عايز براحة راحتك برضه. بعد كده الوصف هتروح فين؟ هتروح لChatGPT. تعالَ يا عم ChatGPT عايزينك في كلمة. هاقول له عايز وصف. تمام. هيقول لك تمام اتفضل. وهاقول له كمان عايز هاشتاجات قوية في الموضوع ده. تمام. قوية في الموضوع ده. بس. طيب محمد علاء الهاشتاجات دي بنضيفها في العنوان والّا في الوصف؟ هافضّل مليون مرّة في الوصف. ليه؟ لإن الوصفة حضرتك ببساطة شديدة تقدر تضيف فيها هاشتاجات، إنّما لمّا تحُط لي هاشتاج في العنوان أنا صراحةً باحس شكلها مش احترافي، وغير كمان العنوان نَفْسه بيبقى مش واضح للي بيتفرّج، فأنت هتاخد الهاشتاجات دي. تمام. زي ما أنت ما شايف كده خُدها كده كُلّها. أنا أحب صراحةً ما تكتّرش في الهاشتاجات، هو حلو أوي 5 كده والّا حاجة يعني. تمام. وضيف الوصف الخفيف اللي هو ادّاه لك، يعني أهو. تمام. زي ما أنت ما شايف أهو أنا ما عملتش أي حاجة، أنا خدت الوصف اللي هو ادّاهوني والهاشتاجات برضه اللي هو ادّاها لي. نزّل كده أهو واعمل control V اللي هي paste. كده إحنا ضفنا الوصف وضفنا الهاشتاجات كمان ضفنا العنوان. طيب نيجي بعد كده للخطوة اللي بعد كده. طبعًا هنا الفيديو بتاعك آآ
لازم تقول له لأ لو هو مش معمول بالAI، يعني لو هو معمول بالAI أو محتوى مُعدّل ببساطة شديدة تقول له نعم، إنما الفيديو بتاعي أنا اللي طالع باتكلم فيه فهاقول له لأ. طيب بعد كده ببساطة شديدة العلامات ممكن تضيف 3 علامات، 5 علامات، أو ممكن تضيف العلامات اللي هو مدّيها لك في هاشتاجات، فأنا أقول له مثلًا هات 5 كلمات مفتاحية. تمام، بس أهو، بعد كده يقوم قايل لك خُد يا باشا دول تقدر تضيفهم في الفيديو بتاعك. تمام، أهو الثقب الأسود، أسرار الكون. تمام، حقائق عن الفضاء. طبعًا أنا باتكلم على حسب الفيديو بتاعك، يعني على حسب الفيديو بتاع حضرتك مش على الفيديو ده، فاهم؟ طيب بعد كده أهو، طبعًا هاضيف بس إن هو مش عارف هو مش عايز يتضاف ليه، عشان ما خدتش دليل النسخ أصلًا. طب ثواني، أهو Ctrl C Ctrl V، أقرب معلومات عن الفضاء. تمام، أهو كده أنا ضِفت الكلمات المفتاحية، ضِفت الوصف بالهاشتاجات، وضِفت كمان العنوان. بعد كده بنيجي لعناصر الفيديو، لو عندك فيديو ذات صلة أو فيديو ليه علاقة بالفيديو اللي بيترفع ضيفه، ما عندكش براحتك، بس أنا أفضّل طبعًا إنك تضيف عشان ببساطة شديدة تزوّد من المشاهدات بتاعتك، وتخلّي المشاهد على قد ما تقدر طبعًا تيجي في آخر فيديو قصير تنصحه إن هو يتفرّج على الفيديو اللي تحت صباعك، وطبعًا ده بيزوّد عندك المشاهدات، وبيخلّي المشاهد يقعد أكبر فترة ممكنة في القناة بتاعتك. تمام، بعد كده ببساطة شديدة نيجي للخطوة الأخيرة وهي مستوى العرض. هنا بقى التركاية اللي أنا باعملها اللي بعد فضل الله بتزود عندي المشاهدات بطريقة قوية جدًا، طبعًا بجانب الطرق اللي أنا عرضتها لك في الفيديو. أول حاجة أنا دايمًا باحب أوي أخلّي الفيديو بتاعي ما يترفعش على طول، لأ، أخلّيه مثلًا يقعد 5 ساعات، 6 ساعات كده مع اليوتيوب لحاله. طب تقول لي ليه بقى، ليه نعمل الحركة دي؟ هاقول لك ليه، لإن أولًا أنا بافهّم الخوارزميات الفيديو بتاعي بيتكلم على إيه. يعني أنا مثلًا كده الخوارزميات ذاكرت خلاص إن الفيديو ده بيتكلم على الثقب الأسود، وخلاص عرفوا هيبعتوا الفيديو ده لمين، أو عرفوا هيبعتوا للمشاهدين المهتمين بيه. إنما لمّا أرفع الفيديو على طول ده مش أحسن حاجة ومش أقوى حاجة. فنصيحتي ليك إن أنت مثلًا الفيديو بتاعك لو أنت هترفعه النهارده، أنا مثلًا النهارده يوم 17 تمام، أرفعه في وقت متأخر، يعني أنا مثلًا هو الساعة دلوقتي 11:03، فأنا بالنسبة لي هاخلّيه يوم 18، وأقول له مثلًا ارفعه بكرة مثلًا الساعة 16:00. كده خلاص الخوارزميات شبعت وذاكرت الفيديو وضبطت الدنيا. طبعًا أنا هالغي كل الكلام ده، لإن الفيديو ده أولًا مش فيديو مش متمنتج، وفيديو لسه مش معمول فيه أي حاجة، بس أنا فهّمتك الفكرة. بعد كده بنخش على الخطوة رقم 2، وهي إن أنت بتروح للقناة. تعالَ كده نشوف الفيديو جاب كام مشاهدة بس قبل أي حاجة. تمام، زي ما أنت ما شايف بقى 1100 وأنا باتكلم معاك. طيب زي ما أنت ما شايف لو جينا هنا أهو بنخش على الفيديوهات القصيرة، لازم تعدّل الصورة بتاعة الفيديو. يعني الصورة بتاعة الفيديو ما تترفعش كده، ما تاخدش الصورة التلقائية اللي اليوتيوب بيحطها لك، يعني ما تاخدش صورة زي كده، لأ حُط صورة تكون جذابة من الفيديو بتاعك. طبعًا بتقدر تعمل الحوار ده من تطبيق يوتيوب. تمام، تخش كده من على تطبيق اليوتيوب تدوس على ال3 نقط اللي موجودة فوق الفيديو، وتختار تعديل الصورة، وتحط صورة من الفيديو نفسه تكون شكلها جذاب وشكلها حلو. تمام، وطبعًا هاشرح لك في فيديو إن شاء الله قادم إزاي تقدر تعمل صورة مصغّرة أصلًا للفيديو بتاعك، فده هيبقى موضوع يعني، لإن أنت أساسًا ما تعرفش تعمل صورة مصغّرة لفيديو قصير بطريقة قوية. صَلّ على النبي، السلام عليكم، باي باي.